3 2 1. عارف يا أميجو لما جدك ينسى هو حط مفاتيح الشقة فين؟ أو يكرر نفس القصة للمرة المليون وأنت تبتسم وتقول له عارف يا جدي. دي حاجات بنعديها بالحب وبنقول بركة البيت كبر. بس تخيل بقى لو الشخص ده مش جدك اللي قاعد على الكنبة بيحكي ذكرياته، ده الراجل اللي إيده على الزرار النووي وبيحكم أقوى دولة في الكوكب. هنا يا أميجو النسيان ما بيبقاش حاجة عادية، هنا النسيان ممكن يغير خريطة العالم في ثانية. النهاردة احنا مش جايين نحلل سياسة ولا نقول مين صح ومين غلط، احنا جايين نلبس البلطو الابيض ونفتح ملف الطب والشيخوخة ونعرف هل اللي بنشوفه من دونالد ترامب على الملأ من لخبطة في الاسماء وتوهان وهو ماشي مجرد شقاوة شيوخ وكاريزما زادت عن حدها، ولا احنا قدام انذار طبي لمرض الخرف اللي بدأ ياكل في ذاكرة امبراطور العقارات وسيد البيت الابيض. وهل عقله لسه حديد زي ما بيقول ولا الصدى بدأ يوصل للتروس الحساسة؟ تعالوا نشوف العلم بيقول ايه والواقع الموثق بالصوت والصورة برضه بيقول ايه، لان الحكاية المرة دي مش مجرد مفاتيح ضايعة، ده مستقبل العالم كله على المحك. بس قبل ما يحصل كده ما تنسوش تعملوا كالعادة لايك وتشتركوا في القناة وتعملوا متابعة لو مش عاملين، وتطلعوا تاني عشان نبدأ حلقتنا. السلام عليكم اعزائي الاميجوس، طيب الله اوقاتكم بكل الخير اينما كنتم، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسلتكم لمعلوماتك. الحكايه بتبدا يا اميجو سنه 1901 في مستشفى الامراض العقليه في فرانكفورت، لما الطبيب الالماني ألويس الزهايمر، وايوه هو اللي اتسمى على اسمه مرض الزهايمر، الطبيب ده وقف مذهول ومشدود قدام حاله مريضه عمرها 51 سنه بس، اسمها اوجست ديت. الست دي ما كانتش مجرد بتنسى، دي كانت بتعيش تآكل حي لوعيها، كانت بتبص في المراية وما تعرفش مين اللي قدامها، بتصرخ من خيالها، وكلامها بقى عبارة عن سلطة حروف ملهاش معنى. الزهايمر فضل يراقبها 5 سنين لحد ما ماتت، وهنا حصلت اللحظة اللي غيرت تاريخ الطب لما فحص مخها تحت الميكروسكوب ولفت نظره حاجة مرعبة. المخ ما كانش طبيعي، كان فيه كتل وبروتينات غريبة خانقة الخلايا العصبية ومدمراها، كأن في صدى كيميائي أكل التروس الحساسة اللي في دماغها. ومن وقتها والعلم بيحاول يفك الشفرة، هو ايه اللي بيخلي مخنا ماكينة التفكير الجبارة دي فجأة تطلع دخان وتعطل؟ وليه في عقل بيفضل حديد لحد ال90 وعقل تاني بيبدأ يهيس ويخرف وهو لسه في عز شبابه؟ وهنا يا أميجو لازم نسأل السؤال اللي شاغل أجهزة المخابرات العالمية قبل قعدات القهاوي، هل اللي بنشوفه من دونالد ترامب النهارده من اول نسيان اسامي حلفائه لحد التوهان في نص الجمله والمشيه اللي فيها حذر مرعب هو مجرد ضريبه السن؟ يعني حاجه عاديه الواحد داخل على ال80 والضغط عليه يهد جبال؟ ولا الحقيقه اعمق من كده؟ هل احنا قدام بدايه خرف حقيقي، مرض مش بس بيمسح الذاكره، ده بيعيد تشكيل كيمياء المخ وبيغير شخصيه الانسان 180 درجه؟ العلم بيقول ان في خيط رفيع جدا وشعره بسيطه بين النسيان الطبيعي زي انك تنسى نضارتك فين، وبين الانهيار الادراكي انك تنسى النضارة دي بتعمل ايه اصلا. وعشان نحسم الجدل ده ونبطل تخمينات هبيدة السوشيال ميديا، تعالوا نلبس البلطو الابيض ونطبق 8 علامات طبية عالمية اقرتها اكبر جمعيات الطب النفسي، ونشوف ال8 علامات دول اتجسدوا ازاي في مواقف حية لترامب، مواقف خلت العالم كله يستغرب ويسأل هو ماله. فركز معايا يا أميجو لأن الكلام اللي جاي ده بفلوس. في البداية لازم تتخيل معايا إن عقل الإنسان ده عامل زي نظام تشغيل موبايلك، طول ما هو جديد التطبيقات بتفتح في ثانية والأوامر بتتنفذ بدقة، لكن لما الرامات بتبدأ تتهلك والسيستم يبدأ يهنج بتلاقي الموبايل بيعمل حاجات من دماغه، يفتح تطبيق ويقفل التاني أو يسخن فجأة ويقف تماما. ده بالظبط اللي بيعمله الخرف في خلايا المخ، هو مش مجرد نسيان، ده عطل فني في نظام التواصل بين الخلايا. وعشان جمعية الزهايمر العالمية والرابطة الأمريكية للطب النفسي محترفين حطوا قائمة محددة جدا للعلامات دي، علامات لو اتجمعت في شخص يبقى الموضوع ما خرجش عن كونه مسألة وقت قبل الانهيار التام. فاحنا النهاردة اخترنا 8 علامات هم الأبرز والأخطر، وهنحط قصاد كل علامة فيديو أو موقف حقيقي لترامب شافه الملايين، علشان انت بنفسك يا اميجو تمسك الدفتر وتعلم صح او غلط، هل هو فعلا طبيعي ولا السيرفر بدأ يقع؟ فجهز ورقة وقلم ويلا بينا على اول علامة وهي التوهان المكاني.
مرض الخرف يا أميجو بيبدأ يفقد حاجة اسمها الذاكرة المكانية. المنطقة المسؤولة عن التوجيه في الدماغ هي الهيبوكامبوس بتبدأ تضمر، فبيتحول الشخص الواحد تايه حتى في الأماكن اللي المفروض إنه حافظها صم. المخ هنا بيفقد القدرة على رسم الخريطة الذهنية، وما بيعرفش يفرق بين حيزه الشخصي وحيز الناس اللي حواليه، فبيشوف المسارات والأبواب كأنها لغز مش عارف يحله. وشوف معايا الدليل الحي ده كده في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي سنة 2025. في اللحظة دي يا أميجو ترامب بدل ما يتجه لمكانه المخصص بص كده وراح عمياني على كرسي ولي العهد الأمين محمد بن سلمان. شايف هنا ولي العهد والمسؤولين اضطروا يتدخلوا وبسرعة يشاوروا له بإيديهم: لا يا ريس، مكانك الناحية التانية، بالرغم من إنه بيبقى عارف مكانه فين من قبلها وإنه كل مكان عليه علم دولته. ولكن بص على لفة جسمه والتردد اللي في خطوته وهو بيعدل مساره كده، الحركة دي بتقول إن عقله في اللحظة دي فشل إنه يحدد الاتجاهات. مريض الخرف بيبان عليه النوع ده من التردد، بيمشي خطوة ويقف كأنه مستني حد يزقه أو يوجهه للطريق الصح، وده بالظبط اللي الكاميرا لقطته هنا. تاني علامة بقى هي تداخل الشخصيات. بص يا أميجو، دي حالة متطورة اسمها الخلط الإدراكي. مخ المريض هنا بيفشل في عملية الريتريفل أو إنه يشد المعلومة الصح من الدرج الصح في الذاكرة. مريض الخرف بيبدأ يدمج الشخصيات اللي ليها وظائف متشابهة في عقله. يعني بالنسبة لمخ ترامب، نيكي هيلي ونانسي بيلوسي الاتنين ستات في السياسة وبيعارضوني، فالمخ بيكسل يفرق بينهم ويقوم دمجهم في شخصية واحدة وهمية. دي مرحلة صعبة لأنها بتقول إن التمييز المنطقي عند الشخص بدأ ينهار. Nikki Haley, you know did you know they destroyed all of the information, all of the evidence, everything, deleted and destroyed all of it, because of lots of things. Like Nikki Haley is in charge of security. We offered her 10,000 people. وشوف معايا الدليل اللي حصل في يناير 2024، لأن الموضوع ما كانش مجرد زلة لسان زي ما بنقول يا محمد واحنا قصدنا أحمد. لا يا أميجو، ترامب زي ما انت شايف وقف على المسرح وفضل لمدة دقيقة كاملة بيهاجم نيكي هيلي، وكمان بيحملها مسؤولية الفشل الأمني في اقتحام الكونجرس. بس عارف الكارثة فين؟ نيكي هيلي وقت الاقتحام أصلا ما كانتش في واشنطن ولا ليها علاقة بالموضوع، هو كان يقصد نانسي بيلوسي. تخيل إنه مخه قعد 60 ثانية كاملة بيبني قصص واتهامات على الشخص الغلط تماما، ومن غير ما السيستم عنده يدي اي انذار انه بيقول كلام ملوش علاقة بالواقع. والموضوع ده اتكرر زي ما انت شايف مع بايدن واوباما اكتر من 7 مرات. And Putin, has so little respect for Obama that he's starting to throw around the nuclear word. You heard that, nuclear. يفضل يتكلم عن بايدن وينتهي به الحال انه بيقول اوباما، وبيكمل عادي جدا وكأن مفيش حاجة حصلت. العلماء بيقولوا ان دي علامة على تآكل الذاكرة العاملة، الدماغ ما بقاش قادر يمسك طرف الخيط لنهاية الجملة. تالت علامة بقى وهي تآكل بنك الكلمات. الحالة دي طبيا معروفة باسم الحبسة الكلامية الجزئية. مريض الخرف بيبدأ يفقد الوصلات اللي بتربط الفكرة بالكلمة اللي بتعبر عنها. المخ بيبقى عارف هو عاوز يقول ايه بس مش لاقي الكلمة في القاموس بتاعه، فبيعمل ايه؟ يا اما ينطق سلطة كلمات او اصوات ملهاش اي معنى، او الاخطر انه يهنج تماما في نص الجملة لان السيستم قطع ومش واصل له اي حرارة. وشوف معايا الدليل القاطع ده اللي حصل من كام يوم بس. Me and I'm proud to officially name the undisputed, when did this come out, Mr. Speaker? The undisputed champion of beautiful clean coal. We have to proceed always. في فبراير 2026 وفي قلب البيت الأبيض وهو بيستلم جايزة عن تمويل مشاريع الفحم، ترامب كان واقف بيتكلم وفجأة الدوائر الكهربائية في مخه عملت ايرور. في نص الجملة لسانه نطق أصوات غريبة ومزيج من الحروف اللي ملهاش علاقة ببعض، وفضل مهنج ثواني وهو بيقول كلام مش مفهوم. شايف اللحظة دي؟ المحللين الطبيين لما شافوا اللقطة دي قالوا إن ده برين جليتش أو خلل لحظي. الدماغ حاول يوصل لمعلومة معقدة عن تحديث المحطات بس المسار كان مقطوع فطلع ضوضاء بدل الكلام. اللحظة دي كانت ريستارت حقيقي. العلم بيقول إن ده مش مجرد تعب، ده تآكل في الفص الصدغي المسؤول عن اللغة، وده مؤشر إن القاموس بيتمسح منه صفحات كل يوم. رابع علامة هي التغيرات السلوكية والاندفاع. العلم بيقول يا أميجو إن المخ البشري فيه منطقة اسمها الفص الجبهي الفرونتال لوب،
هي المدير المسؤول عن الأخلاق والفلتر والتحكم في الغضب. لما يبدأ الخرف يهاجم المنطقة دي، الشخص بيفقد حاجة اسمها السوشيال انهبيشن، يعني ما بيبقاش عنده القدرة انه يمنع نفسه من انه يقول كلام جارح او يعمل تصرفات عدوانية. الشخص حرفيا بيبقى عريان سلوكيا، اللي في قلبه على لسانه فورا من غير ما يفكر في النتيجة. وده نوع من انواع الخرف اسمه الفرونتو تمبرال ديمانشيا. وشوف معايا الدليل في الوقائع الأخيرة دي، اللي لو قارنت ترامب بتاع زمان بترامب بتاع النهاردة هتلاقي الاندفاع بقى هو اللي سايق. في واقعة قريبة جدا في مارس 2026، ترامب ما لقاش وصف يوصف بيه صحفية في نيويورك تايمز غير انه يسميها دودة. شايف المستوى وصل لفين؟ الموضوع مش مجرد هجوم سياسي، ده فقدان كامل للسيطرة على الأعصاب. وفي كمان لقطة تانية بدأ فيها يطالب علنا بمحاكمة وسائل الإعلام بتهمة الخيانة العظمى لمجرد ان تغطيتهم مش على هواه. العلماء بيقولوا ان مريض تآكل الفص الجبهي ما بقاش عنده فرامل، الكلمة بتطلع منه زي الرصاصة من غير ما تمر على فلتر المنطق او البرستيج. الاندفاع ده بيخليه ينفجر لفظيا في وش اي حد يختلف معاه، حتى لو كان ده هيضره سياسيا او قانونيا. المخ ما بقاش عارف يقول لا للسان. خامس علامة بقى وهي فقدان المسار والتخطيط. الوظائف التنفيذية في المخ يا اميجو هي اللي بتخليك تركز وتخطط وتنتقل من فكرة لفكرة بمنتهى السلاسة. اما مريض الخرف بقى فبيفقد القدرة على حاجة اسمها الوركينج ميموري او الذاكرة العاملة. تخيل مخك وهو عامل زي سبورة بتمسح الكلام اللي اتكتب عليها كل 30 ثانية. المريض بيبدأ الجملة وهو عارف هدفه، وفي نص الطريق السبورة بتتمسح، فبيكمل بأي معلومة قديمة متخزنة في الأعماق. وده اللي بيعمل حالة التوهان المنطقي، زي ما حصل في قصة خلطة ترامب بين بايدن وأوباما. مش مجرد غلطة في اسم يا أميجو، الفكرة إن ترامب بيبني هجوم سياسي كامل، وفجأة في نص الكلام عقله بيرجع لملفات سنة 2012. الموضوع اتكرر أكتر من 7 مرات في شهر واحد. والغريب مش إنه غلط، الغريب إنه ما بيصححش لنفسه، بيكمل الخطاب وكأنه أوباما هو اللي كان بينافسه. ده معناه إن جهاز المراقبة الداخلي في مخه عطلان، ومش واخد باله أصلا إن في فجوة زمنية مدتها 10 سنين سقطت من الحسبة. وكمان العلماء لاحظوا ان ترامب بقى بيلجأ للحكايات الجانبية اللي ما بينتهيش منها، زي مثلا انه يبدأ يتكلم عن الصواريخ وفجأة يفتكر قصة عن موجات الراديو او البطاريات وينسى تماما القضية الأساسية. ده اسمه طبيا تانجنتياليتي او التفكير المماسي. المخ بيمشي ورا اي فتلة تظهر قدامه ويصعب عليه جدا انه يرجع للموضوع الأصلي. بالنسبة لواحد المفروض بياخد قرارات استراتيجية، فقدان المسار ده بيبقى مرعب، لان معناه ان القدرة على ربط النتائج بأسبابها بدأت تتبخر. سادس علامة يا أميجو هي خلل الإدراك البصري والتآذر الحركي. العلم بيقول يا أميجو إن الخرف مش بس بيمسح ملفات الذاكرة، ده بيبوظ الرؤية نفسها. المخ بيبدأ يفشل في معالجة الصور والأبعاد، فالمريض ممكن يشوف المنحدر البسيط كأنه جبل عالي، أو يفقد التنسيق بين عينه وإيده. دي حالة بتخلي أبسط الحركات اليومية زي مسك كوباية المية أو المشي محتاجة مجهود ذهني جبار، كأن الشخص بيتعلم يمشي لأول مرة. المخ هنا ما بقاش بيشتغل اوتوماتيك، بقى بيحسب كل سنتي عشان يتفادى انه يقع. وشوف معايا الدليل في حركات الجسم دي. في مشهد كوباية المية ما كانش مجرد حركة عفوية، ترامب ظهر وهو بيرفع الكوباية بإيديه الاتنين بحذر مبالغ فيه، وبيميل براسه للكوباية مع ان المفروض بيرفعها لبقه بشكل طبيعي. العلماء حللوا ده بان مخه خايف من الفشل في تقدير المسافة، او مش قادر يسيطر على رعشة محتملة، فبيستعين بالايد التانية كدعامة، وبيساعد ايده بانه بيقرب ببقه للكوباية، مع ان العكس هو اللي المفروض يحصل. وشايف اللقطة دي كمان وقعت ويست بوينت سنة 2020، ودي كانت الأبرز. ترامب وقف قدام منحدر بسيط جدا وفضل نازل خطوة بخطوة وهو باصص للأرض بتركيز مرعب، كأنه ماشي على حبل في السيرك وخايف يقع. المشية دي طبيا بتتسمى كوشيز جيت، وهي علامة كلاسيكية على إن الجهاز العصبي ما بقاش واثق في توازن الجسم، وإن المخ خايف من خدعة بصرية تخليه يقع. لما تشوف راجل بيصور لنا نفسه على إنه بطل العالم في الاستعراض بيتعامل مع كوباية مية بالحذر ده، يبقى السيستم الحركي عنده فيه خلل واضح. سابع علامة بقى هي البارانويا والتهيؤات الليلية. في ظاهرة طبية مشهورة كده يا أميجو في الخرف اسمها متلازمة الغروب. مع دخول الليل وضعف الإضاءة حالة المريض الذهنية بتسوء، والقلق بيزيد، والشكوك في كل اللي حواليه بتتحول لبارانويا حادة. والمخ عشان يهرب من الفراغات اللي في الذاكرة بيعمل عملية اسمها كونفابيوليشن، يعني المخ بيخلق ذكريات وهمية ما كانتش موجودة أصلا عشان يملى الفراغ، والمريض بيحكيها بكل ثقة كأنها حقيقة مطلقة شافها بعينه. والدليل
والدليل على ده ان ترامب من سنين وهو متمسك بقصة آلاف المسلمين اللي احتفلوا ب 11 سبتمبر في نيو جيرسي. I watched in Jersey City, New Jersey, where thousands and thousands of people were cheering. القصة دي يا أميجو مش موجودة في أي سجل، ومفيش كادر واحد في كاميرا سجلها ولا في أي شاهد عيان أكدها غيره. المخ هنا عمل صورة خيالية ودمجها في الذاكرة الحقيقية لدرجة إنه مستعد يحلف إنه شافها من شباك مكتبه. ده مش مجرد كذب، ده تداخل بين الخيال والواقع. وكمان لو ركزت في نشاط ترامب على السوشيال ميديا هتلاقي إن أعنف موجات البارانويا والاتهامات بالمؤامرات بتظهر في نص الليل أو الفجر. في الوقت ده المخ بيبقى في أضعف حالاته الإدراكية، فبتطلع كل التهيؤات نتيجتها ان في عدو خفي بيطارده. مريض الخرف بيبدأ يشوف المؤامرات في كل ركن وما بيثقش في اقرب الناس ليه، وده اللي بيفسر ليه بيغير فريقه كل شوية. هو فعلا مؤمن ان الكل ضده، مش كتكتيك لكن كحالة عصبية مسيطرة على تفكيره. تامن واخر علامة معانا هي انهيار الفلتر والذكاء الاجتماعي. الانسان الطبيعي يا اميجو عنده حاجة اسمها الذكاء الاجتماعي، وده اللي بيخليك تعرف امتى تسكت، امتى تبتسم، وازاي تتعامل بوقار في المواقف الرسمية. مريض الخرف بقى بيبدأ يفقد القدرة على قراءة تعبيرات وش الناس أو فهم الموقف اللي هو فيه. المخ بيبطل يدي إشارات التحذير اللي بتقول عيب، ما ينفعش تعمل كده هنا. الحالة دي طبيا بتخلي الشخص يرجع طفولي في تصرفاته، بيفكر في رغبته اللحظية من غير ما يدرك إن ده تصرف غير لائق. وده زي ما حصل في قمة الناتو سنة 2017 لما ترامب زق رئيس وزراء الجبل الأسود بكتفه بكل بجاحة عشان يطلع هو قدام الكاميرات. دي ما كانتش قوة يا أميجو، دي كانت اندفاع بدائي. شخص في منصب رئيس أمريكا المفروض مخه متبرمج على بروتوكولات الحركة، لكن في اللحظة دي الفلتر وقع ومخ ترامب اشتغل بغريزة أنا الأول من غير أي اعتبار للأصول الدبلوماسية. والأصعب من كده مشهد رمي المناديل في بورتريكو، ناس بيوتهم اتهدت وضايعين وهو واقف يحدف عليهم مناديل كأنه بيلعب سلة. مريض الخرف ما بقاش عنده القدرة على التعاطف الإدراكي، يعني ما بقاش حاسس بحزن اللي قدامه ولا فاهم إن الحركة دي مستفزة. هو شايفها لعبة أو جاية معاه إن ده توزيع هدايا، لكن الواقع بيقول إن جهاز الاستقبال الاجتماعي في مخه اتحرق. حتى مع مراته ميلانيا بنشوفه بيمشي وبيسيبها وراه بمسافات. العلماء بيقولوا إن دي علامة على إن الروابط الاجتماعية المعقدة في الدماغ بدأت تتفكك وما بقاش فاضل غير الأنا. في النهاية أميجو احنا عرضنا 8 علامات طبية واضحة وحطينا قصادها مواقف حقيقية شافها العالم كله. لما تلاقي العلامات دي كلها متجمعة في شخص واحد وفي وقت زمني قصير يبقى احنا مش قدام صدفة ولا مجرد يوم وحش بيعدي بيه أو زلة لسان والسلام، احنا قدام ملف حالة طبية مفتوح قدام الكاميرات. الحقيقة يا أميجو إن الخصم الحقيقي هنا مش سياسي ولا حزبي، الخصم هو البيولوجيا، والبيولوجيا ما بتقفش قدامها لا مليارات ولا نفوذ ولا حتى أقوى منصب في العالم. خلايا المخ لما بتبدأ تدبل مفيش سلطة في الكوكب تقدر ترجعها للحياة أو توقف عقارب الساعة. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل إحنا فعلا مدركين أثر الشيخوخة على اتخاذ القرار؟ وهل الفلاتر اللي بتحمي أي إنسان من التهور والاندفاع لما بتبدأ تقع واحد ورا التاني بيفضل فيه مساحة للمنطق؟ إحنا مش جايين نشخص حالة بعينها عشان غرض معين، إحنا جايين نقول إن الزمن هو الخصم الوحيد اللي ما بيخسرش أبدا. وزي ما بدأنا بقصة أوجست ديت والطبيب ألزهايمر بننهي بالواقع اللي بنشوفه قدامنا على الشاشات، واقع بيقول ان الجسد البشري له حدود مهما حاولنا نجملها. فتفتكروا يا اميجوس، هل اللي بنشوفه ده مجرد تعب سنين وشغل شاق، ولا فعلا الشيخوخة بدأت تكتب فصل النهاية في حياة واحد من أكتر الشخصيات جدلا في التاريخ؟ وهل بتشوفوا إن الخبرة كافية إنها تغطي على علامات زي دي، ولا العلم لازم يكون ليه كلمة مسموعة بعيدا عن أي حسابات تانية؟ مستني أشوف تحليلكم المنطقي في الكومنتات، وكمان قولولي هل شفتوا علامات زي دي قبل كده في حد من المحيطين بيكم؟ ولو حصل فإزاي اتعاملتوا معاها؟ وكالعادة ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعمونا باللايك والشير على أوسع نطاق عشان غيركم يستفيد. كان معكم الهستوريادور، نستودعكم الله.